دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة انتخابات المجلس التأسيسي في تونس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى ضرورة نشر النتائج الكاملة للانتخابات حسب كل مكتب اقتراع وفي أقرب الآجال. وبررت ماريا سبينوزا نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي بتونس العاصمة هذه الدعوة بالقول إن الهيئة لم تنشر إلى حد الآن العدد الجملي للأصوات المصرح بها والأصوات الملغاة والأصوات البيضاء حسب كل دائرة انتخابية. وشدد سبينوزا في تصريح للجزيرة على أن دعوة البعثة لا تعني القدح في جوهر العملية الانتخابية التي جرت في إطار الشفافية. ما قدمناه ليس نقدا لجوهر عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذي كنا دوما راضين عنه، وقلنا إن هذا العمل أنجز حسب معايير حقوقية وأخلاقية عميقة وفي إطار شفافية واضحة إلى حد الآن. ولكن ما أشرنا إليه هو بعض النقائص المتعلقة بنشر تفاصيل النتائج تهم الأوراق الملغاة والأوراق البيضاء ومجمل الأصوات المعلنة وعدد الأصوات التي لم يسند لها مقاعد حتى يعلم التونسيون تفاصيل الأصوات التي أدلوا بها. سيشمل التقرير تفاصيل أكثر مما ذكرناه، والأهم في هذا التقرير هو التوصيات التي سنصدرها سواء لهيئة الانتخابات أو لتونس عامة، وستكون توصيات عملية دون أن تمس روح الانتخابات، لأن روح العملية الانتخابية كانت جيدة وحافظت على الأخلاقيات لتحقيق انتخابات عادلة وإعطاء الفرص للجميع دون تمييز. وهي توصيات ستكون مفيدة للمستقبل لأن تونس ستشهد بالتأكيد انتخابات أخرى. وينضم إلينا من تونس كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سيد كمال، طبعا سمعت ماريا سبينوزا التي كانت تتحدث الآن، ما رأيك بكلامها وهل ستستجيبون لهذه الدعوة؟ شكرا على الدعوة. أهلا بك. أردت أولا أن أذكر بأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قامت بالإعلان على النتائج يوم 27 أكتوبر، وتم ذلك بتقديم معطيات مضبوطة تتمثل في الأصوات المصرح بها وعدد المقاعد في كل دائرة انتخابية، والجميع يعلم أن هنالك 27 دائرة انتخابية بتونس وستة دوائر بالخارج. وأيضا تم تقديم وإعطاء أعداد الأصوات المسندة لكل قائمة وعدد المقاعد المسندة. أريد أن أضيف بأن عدم إعطاء النتائج كاملة وتفصيلية له مبرر تقني بحت ناتج عن عدم التمكن من إدراج البيانات بالإعلامية باعتبار ضيق الوقت، وأيضا في بعض الأحيان لنا بعض الإشكاليات متعلقة بالمهارات في هذا المجال. ولكن هل ستقومون بهذه الخطوة لاحقا؟ طبعا هنالك الأسبوع القادم سيقع الإعلان عنها، ولكن أريد التأكيد على أن عمليات الفرز كانت قد تمت بحضور الملاحظين في كل مكاتب الاقتراع وفي كل مكاتب الجمع وغيرهم من المراقبين مراقبي القائمات، كما أنه تم تعليق كل محاضر الفرز في كل المراكز. أريد أيضا أن ألاحظ أن القول بأن هنالك المس بالشفافية لعدم وجود وثيقة رسمية عن الهيئة في الإعلان عن النتائج هو قول في الواقع مبالغ فيه، ذلك أن الهيئة قدمت كل الوثائق اللازمة إلى المحكمة الإدارية التي تعهدت بالنظر في الطعون ولم تحجب أي وثيقة وهو ما هو مشهود لها. والقول أيضا أن الهيئة لم تعلن أو توضح عن القرائن التي اعتمدتها لاتخاذ قرارها بإسقاط القائمات هو غير صحيح، ذلك أن الهيئة قد أوضحت أن الإسقاط تم بناء على الفصلين 52 و 53 من المرسوم الانتخابي بخصوص تمويل الحملة الانتخابية، والفصل 15 من ذات المرسوم المتعلق بالمسؤولين السابقين لحزب التجمع المنحل. القول أيضا بوجود إرباك بشأن مواعيد إيداع الطعون لدى المحكمة الإدارية بسبب التصريح بالنتائج من قبل الهيئات الفرعية والهيئة المركزية هو قول غير سليم في نظرنا، نظرا لاعتبارات الآتية. أولا أنه لم يتم تسجيل سوى حالة واحدة فيها طعن قبل الأجال،
وكنا قد أكدنا في جميع المناسبات أن الإعلان عن النتائج الأولية الرسمية هي من اختصاص الهيئة المركزية وحدها، وقد تم ذلك يوم 27 أكتوبر، كما أن قرارات المحكمة القاضية برفض الطعون شكلا هي تتعلق إما بعدم إنابة محامي لدى التعقيب أو لعدم إعلام الهيئة بالطعن. كل هذا يدل أنه طبعا هنالك بعض الإجراءات التي يجب أن نأخذها وعنا عنها، وسوف يتم يعني إتمامها في الأسبوع القادم. طيب، ما أسباب تحفظ الهيئة برأيك أو بعثة الاتحاد الأوروبي، ما أسباب تحفظها؟ والله أنا كل ما أتمناه أن أرجو أن الملاحظين بما فيهم ملاحظي الاتحاد الأوروبي أن يقرأوا الواقع في تونس ليس من خلال النتيجة ولكن من خلال المسار الانتخابي، وأتمنى أن يتم ذلك يعني بكل موضوعية، ونحن قابلين يعني نقبل كل النقد طبعا، ونقبل كل الاقتراحات التي تأتي من كل البعثات التي اعتمدناها وقبلنا هذه اللعبة، يعني حتى نصحح من مسارنا ونفهم إذا كان الأمر هنالك بعض الإخلالات، فنحن مستعدين في التفاعل معها، ونحن ننتظر طبعا كل التقارير التي سيقع صياغتها من قبل تلك البعثات وسنتفاعل معها إيجابا. الكل يعلم أنه لا يجب أن تكون عملية الملاحظة ومراقبة الانتخابات يعني متماشية مع مبادئ نتعامل بها دوليا، وكنا قد صغنا في هذا الإطار يعني مدونة سلوك نتمنى أن تلتزم بها كل البعثات التي شكرا جزيلا لك كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس. أعلنت والدة سفيان بن علي وهو ابن شقيق الرئيس التونسي المخلوع أنها دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة لابنها على حد وصفها. جاء ذلك على خلفية إدانته ب3 أشهر حبسا نافذا بتهمة إصدار صكين بدون رصيد، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد قضت بعدم سماع الدعوى. ويواجه تهما أخرى متعلقة باستهلاك المخدرات ومخالفات جمركية فيما عرف في تونس بقضية المطار. نظمت جمعيات تونسية من بينها الرابطة التونسية للتسامح والمجلس الوطني للحريات والجمعية التونسية لدعم فلسطين نظمت قوافل انطلقت بها من العاصمة وبعض المحافظات الأخرى في اتجاه مدينة سيدي بوزيد بالوسط الغربي لتونس، التي شهدت خلال الأسبوع الماضي أحداث عنف على أثر إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن إسقاط قوائم العريضة الشعبية. وقال المنظمون إن هذه القوافل تهدف إلى التأكيد على وحدة الشعب وتسعى إلى استعادة المشهد الوطني الموحد في مواجهة الاستبداد وبقايا الدكتاتورية تجسيما لمبادئ الثورة.